وروحي أحرفي ولساني عربية حسبي. اللهم لك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا دائما لا منتهى له دون مشيئتك، وعند كل طرفة عين أو تنفس نفس. اللهم صل وسلم وبارك على النعمة المسداة والرحمة المهداة والسراج المنير، صاحب الشفاعة الكبرى والوسيلة العظمى، من نصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأبرار. مشاهدي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم وسهلا في برنامجكم في شرف العربية الذي يأتيكم من قناة سلام الفضائية. وفي هذه الحلقة نتناول سيرة ومسيرة للإمام أحمد بن إبراهيم الجوري، ويسمى فاتح الحبشة، المجاهد الكبير الذي قاد حركة الجهاد الإسلامي في شرق أفريقيا في القرن السادس عشر. وهذا الرجل من منطقة القرن الإفريقي، وولد بعام 1506 الموافق لعام 912 هجرية، وكان مسقط رأسه بقرية هوبت الآن موجودة في الصومال، تقع هذه البلدة بالقرب من مدينة هرر. وقد نشأه أبوه نشأة إسلامية قوية، وفقهه في الدين وعلوم الشريعة الإسلامية، وغرس في نفسه حب الجهاد في سبيل الله، وما انشب عن الطوق حتى تدرب على الفروسية وفنون القتال، وانضم إلى فرسان جراد أبون، وظهرت مواهبه القيادية بعد مقت الجراد أبون، هذا كان ملك. ثم تزوج ابنة الإمام محفوظ إمام أمير هرر، وبذلك كسب ولاء أتباع الإمام محفوظ، بالإضافة إلى أتباع الجراد أبون. وما إن بلغ من العمر 21 عاما حتى كان قد بدأ فتوحاته في مملكة الحبشة. وقد لمس الإمام أحمد ما أصاب المسلمين من ضعف، كما ذكرنا اندثار المملكات الإسلامية التي كانت في القرن الإفريقي أو في شرق أفريقيا، والتي كانت تسمى ببلاد الطراز الإسلامي، وآخرها هي مملكة أوفات التي تضافرت الجهود لضعافها ولانهيارها. وكان في ذاك الوقت أحمد بن إبراهيم يحاول السيطرة على هذا الوضع الأليم لسلطنة أوفات، ولمس ما أصاب المسلمين من ضعف، ورأى تفرق كلمتهم والنزاع السائد على السلطة في هرر. حصل اختلاف بين الأسرة الحاكمة أو السلطان، أبناء السلطان، وسيطرت الأحباش على المناطق الإسلامية لأنه تفرقوا واختلفوا، فنزر نفسه لإصلاح أحوال المسلمين وإحياء حركة الجهاد الإسلامي ونشر الإسلام في كافة أرجاء الحبشة. فتوحات الإمام في مملكة الحبشة، له عرف فقيه وهو الجيزاني من جيزان، كتب كتاب فتوح الحبشية، فتوح الحبشة، وهو يتحدث عن إمام أحمد ابن إبراهيم، وكان يسمى الجوري، والجوري بلغة الصومال هو الأعصر، أي الذي يستعمل اليد اليسرى. لم تكن فتوحات الإمام أحمد في مملكة الحبشة وليدة الصدفة أو الحظ، ولكنها نتيجة التخطيط الطويل والسليم، ووراء كل ذلك العقيدة القوية والإيمان الصادق الذي دفع الإمام
ليخوض ميدان الجهاد مذللا كل العراقيل والصعوبات التي واجهته، سواء من ناحية توحيد الجبهة الداخلية التي كانت ممزقة، أو توحيد القبائل الصومالية، أو إمداد الجيش بالأسلحة. وقد سطر الإمام صفحات مجد وفخار في تاريخ الجهاد الإسلامي في شرق أفريقيا. وهنالك كتاب أو رسالة دكتوراه بعنوان الجهاد الإسلامي في شرق أفريقيا في القرن العاشر الهجري للكاتبة نوال حمزة يوسف السيرفي من جامعة مدينة المنورة. وقد سطر الإمام صفحات مجد وفخار في تاريخ الجهاد الإسلامي، فقد كانت فتوحات الإمام سريعة ومذهلة، وقد اجتاح مملكة الحبشة وسيطر على أكثر من ثلثيها في 6 سنوات فقط، من عام 935 إلى 941 هجرية، الموافق لعام 1528 إلى 1534 من الميلاد. وظل يطارد الملك الحبشة لبن دنقل معظم تلك الفترة حتى ألجأه في النهاية إلى الجبال. يعني كاد أن يسيطر على منطقة الأكسوم التجراي الموجودة الآن. كانت الحبشة انحصرت في تلك المرتفعات وظل، ولكن ملك الحبشة في ذلك الوقت استعان بالبرتقاليين، وأما الإمام أحمد استعان بالعثمانيين، وكانت هنالك حروب وحصلت هزيمة للمسلمين وقتل فيها هذا الإمام المجاهد أحمد بن إبراهيم. وتلك الفترة مما ألجأه في النهاية إلى الجبال في أقصى الشمال الغربي للحبشة، ومات الملك وهو مطارد وفي أشد حالات البؤس، هذا لبن دنقل. وكانت لفتوحات الإمام أثرها الكبير في نشر العقيدة الإسلامية. إن أشهر دور من أدوار التاريخ الإثيوبي التي بقيت أخبارها محفوظة لدى الغربيين هو أحمد جوري الصومالي، الذي كاد يسحق النصرانية الحبشية ويعيدها كبلاد النوبة إلى الإسلام. هذا المستشرق الفرنسي رينيه باسا كتب هذا الكلام عام 1855 ميلادي، كتب هذا الكلام وقال إن أشهر دور من أدوار التاريخ الإثيوبي أو الحبشي التي بقيت أخبارها محفوظة لدى الغربيين هو أحمد جوري أحمد بن إبراهيم، وهو من الصومال، الذي كاد يسحق النصرانية الحبشية ويعيدها كبلاد النوبة إلى الإسلام. هنالك الكثير من المسلمين لا يعلمون شيئا عن جهاد إخوانهم في القرن الإفريقي أو شرق القارة السمراء، وجهودهم وتضحياتهم الكثيرة والكبيرة في مواجهة الحملات الصليبية التي شنتها ضدهم الإمبراطورية الحبشية المعروفة تاريخيا باسم مملكة أكسوم، التي كانت في مرتفعات إثيوبيا شمال إثيوبيا في منطقة تسمى الآن بإقليم تيغراي. وعلى مدى قرون برعاية ودعم وتحريض الكنيسة الأرثوذكية اليعقوبية في الحبشة، الصراع كان صراع ديني بين المسلمين والنصارى، ولإعادة النصارى هذه المناطق من أيدي المسلمين، وقيام الجهاد لنشر الإسلام وإعادة المناطق التي احتلتها المملكة الحبشية من أراضي المسلمين. هكذا كان الصراع تنافس، وكل كان يستعينه بأهل ملته. فالأحباش كانوا يستعينون بالبرتغال وغيرهم، وأما المسلمون فكانوا يستعينون بالمسلمين، وخاصة في ذاك الوقت كانت هنالك الدولة العثمانية
حية وقوية. وفي هذه المنطقة قدم وجود الإسلام فيها، فالحروب الصليبية قديمة في هذه المنطقة، قدم وجود الإسلام فيها. يعني هذا الصراع في الكون الآن ليس صراع ثقافي ولا صراع تنموي أو صراع استثماري أو صراع، إنما هو صراع بين الحق والباطل منذ خلق الله سبحانه وتعالى آدم إلى قيام الساعة. هنالك الصراع بين فسطاطين، الحق والباطل، وهكذا. وقد بدأ الإسلام بالانتشار في شرق إفريقيا والصومال منذ أواخر القرن الأول الهجري، بل قبل الهجري، وهي الهجرة الأولى للصحابة والهجرة الثانية للحبشة للملك النجاشي المسلم رضي الله عنه، أسحمة الملك الذي لا يظلم عنده أحد كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندما توفي هذا الملك صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لأصحابه: قوموا فصلوا على أخيكم في الحبشة. وهكذا كان ارتباط الدين والعقيدة أقوى من كل الروابط. وقد بدأ الإسلام بالانتشار في شرق إفريقيا والصومال منذ أواخر القرن الأول الهجري، وذلك على أيدي التجار العرب. بعد الهجرة النبوية العرب القادمين من اليمن والحجاز، وعلى إثر ذلك تكونت العديد من الإمارات الإسلامية كما ذكرنا في الحلقات الماضية في هذه المنطقة، والتي كانت تسمى ببلاد الطراز الإسلامي، والتي حملت على عاتقها نشر الإسلام في داخل هذه البلاد، وكذلك التصدي لأعدائه، وعلى رأسهم الدولة النصرانية في الحبشة. وقد عرفت هذه السلطنات عند المؤرخين العرب باسم إمارات أو بلاد الطراز الإسلامي. أولا التحالف البرتغالي الحبشي. البرتغال هم الأوروبيين، دولة البرتغال واليونان، هذه الدول كانت أقوى مما يسمى الآن بأمريكا وروسيا وبريطانيا. هذه الدول كانت قوية وكانت تنشر الدين النصراني على ما يسمى الكشوفات الجغرافية. وقد كانت تلك الحروب الدينية سجالا بين النصارى الأحباش من جهة وبين المسلمين وبما ينتمون إلى الصومال والعفر والعرب من جهة أخرى. واستمرت كذلك حتى بداية القرن السادس عشر الميلادي العاشر الهجري. ففي هذه الفترة وصلت الأساطيل البرتقالية الصليبية الغازية إلى سواحل القرن الإفريقي. إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم مشاهدينا الأعزاء. عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني، عربية حسبي، عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني، عربية. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدي الأعزاء بعد عودة من فاصل قصير، ونكمل ما بدأناه عن سيرة ومسيرة المجاهد الكبير أحمد بن إبراهيم الذي قاد حركة الجهاد الإسلامي في شرق أفريقيا، وبذل جهدا كبيرا في نشر الإسلام ومحاصرة أعداء الإسلام في دولة الحبشة النصرانية. ففي هذه الفترة وصلت الأساطيل البرتقالية الصليبية الغازية إلى سواحل القرن الإفريقي المشرفة على المحيط الهندي والبحر الأحمر، بعد أن كانوا قد اكتشفوا طريق رجاء الصالح. هذه الاكتشافات أو الكشوفات الجغرافية كانت هي لنشر النصرانية في قارة إفريقيا، لأنه الإسلام انتشر
في قارة إفريقيا حتى وصل جنوب إفريقيا، ولكن لم يعبأ لهم يعني هؤلاء الكفار إلا أن يحاطون أو يحيطون بالإسلام ويرجعونه. فكانت هنالك قد اكتشفوا طريق رأس الرجاء الصالح والذي مكنهم من الدوران حول أفريقيا. انتشر الدين في شرق أفريقيا ثم انتقل إلى غرب أفريقيا وقبله شمال أفريقيا في تونس والمغرب وكذلك. وقد فرح النجاشي ملكا الحبشة فرحا عظيما بمقدمهم، وهذا الهجرة الأولى. وأسرع بالتحالف معهم طالبا منهم الدعم والمساعدة في حربه ضد المسلمين وقد فرح النجاشي ملك الحبشة فرحا عظيما بمقدم البرتقاليين، وأسرع بالتحالف معهم طالبا منهم الدعم والمساعدة في حربه ضد المسلمين وفي تطهير منطقة القرن الإفريقي وشرق إفريقيا من الإسلام. كما أبدى النجاشي الحبشي تحمسا كبيرا لخطة البرتقاليين التي ترمي إلى سحق المسلمين. كما قلت لكم أن الصراع الذي يدور في الكون هو بين الحق والباطل، بين فسطاطين. وكما أبدى النجاشي الحبشي تحمسا كبيرا لخطة البرتقاليين التي ترمي إلى سحق المسلمين وتدمير الأماكن المقدسة في مكة والمدينة، ثم الزحف شمالا لاسترداد بيت المقدس التي فتحها القائد صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، وتحويل مجرى النيل إلى البحر الأحمر لجعل مصر بأسرها صحراء قاحلة. وطلب نجاشي الحبشة أن يكون له دور في تنفيذ تلك الخطة. الآن ما يسمى سد النهضة والمشاكل التي بين إثيوبيا ومصر، هذا التاريخ إنه ملك الحبشة في القرن السادس عشر أراد أن يحول مجرى النيل إلى البحر الأحمر لجعل مصر بأسرها صحراء قاحلة. وطلب نجاشي الحبشة أن يكون له دور في تنفيذ تلك الخطة. هدف البرتقاليين كان سحق المسلمين وتدمير الأماكن المقدسة في مكة والمدينة، ثم الزحف شمالا لاسترداد بيت المقدس. حرب صليبية، كانت حرب صليبية، وتحويل مجرى النيل إلى البحر الأحمر لجعل مصر بأسرها صحراء قاحلة. وطلب نجاشي الحبشة أن يكون له دور في خطة في تنفيذ تلك الخطة، ولذلك فقد أتاح لهم المجال لتوطيد نفوذهم في القرن الإفريقي وشرق إفريقيا وفي البحر الأحمر وجزر دهلك المقابلة لميناء جدة الذي يريدون العبور إليه تمهيدا للوصول إلى مكة والمدينة لتخريبها. ولكن جنود الخلافة الإسلامية العثمانية تصدوا لهذا الغزو البرتقالي واندحر هذا الغزو ولله الحمد. فقد وحد الدين المسيحي بينهم برغم الفوارق المذهبية الكبيرة بينهم، فالأحباش يعاقب أرثوذكس والبرتقاليون كاثوليك، هم أحزاب وهم فرق، ولكن يتحدون على ضرب الإسلام وعداء الإسلام. وفي خطابات لملك البرتقال ومحاوراته مع السفير البرتقالي ركز نجاشي الحبشة على ما يلي. ماذا قال؟ حث ملك البرتقال أن يواصل الحرب ضد المسلمين حتى يتم القضاء عليهم نهائيا وحتى يتم الاستيلاء على بيت المقدس. هكذا إثيوبيا كان لها يد لاستيلاء البرتقال على بيت المقدس التي فتحها صلاح الدين الأيوبي رحمه الله. الطلب إلى البرتقاليين بأن يقدموا كل معونة ومساعدة له حتى يتمكن من الوقوف أمام القوى الإسلامية المحيطة، وهذا عزانة
الملك الحبشة الأخير وعيزان الذي قال أنا أعيش، عندما أرسل رسالة إلى ملك البرتقال وقال أنقذوني أنا أعيش في بحر محاط ببحر من الإسلام. والطلب كذلك ثالثا طلب منهم أيضا إرسال الخبراء والفنيين لمساعدته في تطوير بلاده وفي صنع الأسلحة لمحاربة المسلمين. هذا العداء السافر الآن موجود في دول إثيوبيا وإريتريا وغيرها، هو عداء قديم بين الإسلام والنصرانية. لذلك رابعا رأى النجاشي أنه يجب على دول أوروبا أن تتعاون معا في إرسال قواتها إلى بحر الأحمر مع البرتقاليين، وأن يقوموا بمساعدات القوات الحبشية في الاستيلاء على جدة ومكة والقاهرة وغيرها من المدن الإسلامية، ولكن هذا الاقتراح لم يعجب البرتقاليين. هكذا الصراع الدائر وما زال صراع بين الحق والباطل. ثانيا سطوع نجم الإمام أحمد الجوري، أحمد بن إبراهيم كما ذكرنا هو من منطقة بلاد الصومال. وفي هذه الفترة سطع نجم بطل من أبطال الإسلام، مجاهد من كبار المجاهدين في شرق إفريقيا والصومال، ألا وهو أحمد بن إبراهيم الغازي، موحد المسلمين في هذه الديار والقائد الفذ صاحب الفتوح الواسعة في بلاد الحبشة، الذي كتب عنه فقيه عرب فقيه كتاب فتوح الحبشة، وتكلم عن فتوحات الإمام أحمد بن إبراهيم لمن أراد الاستزادة في طلب في بلاد الحبشة ومناطق شرق أفريقيا. وكان ميلاد هذا البطل الذي عرف فيما بعد باسم أحمد جوري أو جوري، وتعني الأعصر في اللغة الصومالية، في عام 908 هجرية، وكان مسقط رأسه كما ذكرنا في قرية هوبيت التي تقع على مقربة من هرر، المدينة التاريخية التي أنشأها المسلمون في أواخر القرن، وهي سلطنة هرر الإسلامية، وما زالت إلى الآن محافظة بالتراث الإسلامي والعربي، وما زال علماء هرر موجودون في هذه المنطقة في ظل ما يسمى الآن بإثيوبيا بالمصطلح الحديث دولة إثيوبيا. وهذه المدينة التاريخية التي أنشأها المسلمون في أواخر القرن الأول الهجري، وكانت هرر إذ ذاك إحدى الولايات الهامة التي تتكون منها إمارة عدل، وهي إمارة إسلامية. وكما قلنا هذه الإمارات السبعة كانت تسمى ببلاد الطراز الإسلامي التي كانت تطرز سواحل البحر الأحمر والمحيط الهندي، وإحدى أهم مراكز العلم والإشعاع الإسلامي في شرق أفريقيا، الأمر الذي أتاح له أن يتثقف ثقافة دينية غزيرة. هذا الإمام أحمد نشأ في هذه المنطقة، وأن ينال قسطا من العلم والتفقه على مذهب الإمام الشافعي، وهو المذهب السائد في هذه المنطقة في اليمن والحجاز. ونشأ أحمد جوري في ظل تغيرات نوعية وأحداث جسام كان يمر بها المسلمون في القرن الإفريقي في تلك الفترة، فآنذاك اشتدت سواعد الأحباش النصارى، وتغير ميزان القوى العسكري لصالحهم، لا سيما بعد حصولهم على الأسلحة النارية من حلفائهم البرتقاليين النصارى، وهي الأسلحة التي لم تكن معروفة وقتئذ في القرن الإفريقي. فشن الطرفان الحبشي والبرتقالي حملة صليبية منسقة ضد المسلمين في تلك المنطقة، الأحباش من البر والبرتقال من البحر. وتمكنت قوات النجاشي الحبشي داود الثالث في عام 1516 من إلحاق هزيمة ساحقة بالقوات المسلمة في إمارة عدل
التي يقع أهل مركزها على ساحل خليج عدن بما فيها العاصمة زيلع. هذه مملكة عدن عاصمتها كانت تسمى زيلع الزيلعية. وكانت هذه الإمارة أهم وأكبر الإمارات الإسلامية وأكثرها مسؤوليات في الجهاد ضد الصليبيين الحبشة، ضد الصليبية الحبشية آنذاك. وبينما كان الأحباش النصارى يحرقون المدن والقرى الإسلامية ويعيثون فيها فسادا في الداخل، كانت الأساطيل البرتقالية تقصف المدن الساحلية لسلطنة عدن ولسائر مرافق هذه مرافق الصومال وشرق أفريقيا واليمن بدون هوادة ولا رحمة. وكذلك في القرن العشرين عندما هاجم الإثيوبيون الأراضي الإريترية المسلمة وأحرقوا قرى ومجازر، وذلك لإبادة المسلمين في إريتريا وضمها إلى الحبشة وتنصير الإريتريين وإرجاعهم إلى الدين النصراني. وناشرة الرعب هذه البرتقاليون كانوا يقصفون المدن الساحلية بدون هوادة أو رحمة، زارعة الموت والخراب فيها وناشر الرعب هكذا. ففي منتصف عام 1517 ميلادي تم قصف مدينة زيلع التاريخية عاصمة إمارة عدن وإحراقها ونهبها بعد الاستيلاء على قلعتها. وفي عام 1518 تعرضت مدينة بربرة وهي من أهم مرافئ هذه الإمارة الإسلامية. إلى حلقة قادمة جديدة أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله. عربية حسبي بأنك منطقي وبياني، عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني، عربي